صباح او مساء الورد على حسب طول الفيديو دي. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه A to Z شريف ندى. برنامج تعال ما اقول لك. مين اللي قال ان النصر بيكون بالعدد او العده؟ مين اللي قال ان انت عشان تنتصر في حرب انك لازم تكون الاقوى او الجيش الاقوى او معاك معده قويه جدا؟ التاريخ على مر الزمان بيدينا دروس في الحته دي. تعالى بس نرجع كده في الزمان شويتين ثلاثه في معركه جالوت وطالوت. جم اليهود راحوا للنبي بتاعهم سيدنا شمعون وطلبوا منه اجعل لنا ملكا نحارب من في سبيل الله، يعني هيختار لنا ملك علشان نحارب من سبيل الله. ما هو لازم يبقى فيه قائد يلهمهم ويقويهم ويصبرهم ويقول لهم ازاي هنحارب في الكلام ده. سيدنا شمعون طلب من ربنا فعلا على ان هو يبعت ليهم ملك علشان يحاربوا من وراه، وبالفعل بدون الدخول في تفاصيل بعت لهم التوراة تحملها الملائكة ونزلها عند طالوت وبقى هو الملك بتاعهم. يظهر هنا هم كانوا اصلا 80,000، كان عددهم كبيرة جدا، بس هنا اليهود فيهم سنة غل كده من جوه. ليه ده هيبقى الملك بتاعنا؟ لا احنا مش هنحارب ورا ده. نزلت عددهم من 80,000 لحد 5% ل 4000. 4000 من اصل 80,000 هم اللي راحوا عشان يحاربوا. بالفعل خدهم طالوت ونزلوا. انا بس بكروت القصه اللي هو ايه عشان مش دي القصه اللي انا بحكيها، بس انا بمتثل بيها. خدهم طالوت، خد ال 4000 ومشيوا علشان يروحوا يحاربوا. عدوا النهر بتاعهم، وصلوا حد النهر وقال لهم احنا ربنا مبتلينا بنهر اللي هيشرب منه مش مني. وطبعا ال 4000 شرب من النهر منهم 3700، اتبقى معاه اقل من 400، يعني اقل من 10% من اللي كانوا معاه، يعني اقل من نص في المية من اجمالي العدد من 80,000. شوف احنا عمالين ننزل منين لمنين من 80,000 ل 4000 ل 300 او 400 الا شويه. وصلوا لحد الاراضي اللي هم هيخشوها. اول ما شافوا عظمه الجيش اللي قدامهم بتاع جالوت، ناس كتيره من ال 300 قالوا خلاص لا غلبت لنا اليوم، يعني احنا هنموت دلوقتي. قله فيهم شويه اللي هم يظنون ان هم مؤمنين اللي هم هيقابلوا ربنا، ان هم ان في بعث وفي اله والكلام ده، هم مؤمنين بربنا. قالوا لهم الكلمه السحريه: وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. شوف هم الشوية الصغيرين دول من ال 300 من ال 4000 من ال 80,000 هم دول اللي اعتمدوا على ربنا وعملوا اللي عليهم. شوف النصر بقى جه منين؟ فقتل داوود جالوت. مين داوود ده اصلا؟ ما كانش معاهم. داوود ده اللي هو النبي داوود، كان ساعتها صبي معدي معاه عقده كده اللي هي شنيطه كده، جاب طوبه حطها في القماشه، حدف الطوبه في جالوت مات. بس ايه وجوده في القصه؟ ربنا اللي بيدبر التدابير. قتلوا ليه؟ علشان اليهود ساعتهم ينتصروا. بس انت اعمل اللي عليك وسيب بقى النتيجه على ربنا. نسيبنا من اليهود ومن داوود ومن جالوت والكلام ده كله، نطلع لغزوه بدر. في التاريخ برضو غزوه بدر المسلمين فيها كانوا كام؟ 317 واحد معاهم فارسين. 317 واحد بحصانين قدام قريش اللي كانوا 1000 مقاتل، وكان العتاوله ابو سفيان وابو جهل، وكان ساعتها لسه معاهم خالد بن الوليد، وكان معاهم ناس كتيره جدا. بس المسلمين ساعتها كانوا عندهم الايمان بربنا واليقين من ان ربنا هينصرهم، فربنا نزل ملائكه مع المسلمين علشان يحاربوا. يعني في بس ملحوظه صغيره بس، ان سيدنا الزبير بن العوام احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده ان هو راجل قوي ومقاتل، وان كان ليه دايما عمامه كده صفرة بيلبسها. الملائكه نزلت لابسين لبس سيدنا الزبير بن العوام في المعركه دي لسيدنا الزبير. يعني دلوقتي بقى الامر بقى قدام ايه؟ 1000 من قريش قدام 300 من المسلمين. بس نزلت تاني انها تبقى 1000 من قريش قدام 300 والملائكة. الموضوع اختلف ما بين 1000 و 300، لا بقى 1000 قدام 300 والملائكة، وانتصر المسلمين انتصار ساحق.
ليه؟ لان هم سمعوا كلام ربنا وعندهم يقين بالنصر وعملوا اللي عليهم. نطلع قدام شويه بقى لغزوه احد. غزوه احد كان الموضوع قدام المسلمين كان الاول 1000، بعد كده عبد الله بن سلول اللي هو كان راس المنافقين خد 300 ورجع، نبقى نتكلم فيها دي بعدين، فبقوا 700 قدام كام واحد من المشركين؟ 3000 من المشركين. يعني 700 قدام 3000 اللي هو 4 اضعاف. عقليا الموضوع ده احنا هنخش هنموت. بس في بداية الموضوع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لل50 يقعدوا فوق جبل أحد ويضربوا ما يخلوش المشركين يلفوا من ورا ويقتلوهم، وقال لهم اوعوا تنزلوا حتى لو كان يخطفنا الطير، يعني لو احنا بنموت والطير بيتخطفنا ما تنزلوش. ونزل الصحابة لما شافوا الغنيمة وحصل اللي حصل. احنا ليه هنا خسرنا؟ لأن احنا نزلنا من على الجبل ما سمعناش كلام النبي. احنا شفنا كنا بنكسب فين؟ في بدر مع جالوت. هنا خسرنا عشان ما سمعناش كلام النبي. نرجع بقى للوقت الحالي. انت ليه متوقع ان احنا نكسب؟ هل احنا زي بدر؟ احنا نزلنا من على الجبل خلاص، احنا بقينا زي اللي نزلوا من على الجبل، ولا حتى زي اللي نزلوا من على الجبل، احنا مش موجودين. احنا انت ليه متخيل ان احنا ممكن ننتصر؟ طب تخيل كده يا سيدي معايا ان المسلمين انتصروا. قمنا الصبح فلسطين اتحررت وغلبنا ولاد المره اللي مش نظيفه والمسلمين بقى ليهم كلمه. اتفرج كده معايا عن المندوب السامي للمسلمين في دول اوروبا، المطرب الفلاني. المندوب بتاعنا في عن دول الشرق، الرابر الفلاني. دول هيبقوا امثالنا، دول هيبقوا اللي بيمثلونا قدام الامم. لا طبعا، احنا هنكسب ليه؟ لازم باك تو بيز، ارجع للقاعده بتاعتك الاول. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ابدا بنفسك ثم بمن تعول. مش هقول لك نصحى الصبح لازم يبقى عمرو بن العاص هو اللي مسكنا، عمر بن الخطاب. والله لو طلع عمر بن الخطاب من امره رضي الله عنه هو اللي مسكنا مش هينجح، لان الناس اللي معاه مش هيأيدوه. سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي هو خامس الخلفاء الراشدين لما مسك الولايه بعت لعبد الله بن عمر بن الخطاب قال له انا عايز رسائل عمر بن الخطاب الوصايا بتاعته علشان يحكم المسلمين زي ما عمر بن الخطاب كان بيحكم. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب قال له حاجه بسيطه جدا، قال له اذا اعطيتك الوصايا فاين لك برجال عمر؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان معاه مين؟ كان معاه سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وناس تقيله قوي. انت معاك مين علشان يطبقوا الوصايا؟ هي دي الفكره. انت لازم تبدا بنفسك ثم بمن تعول. مش هقول لك بقى لازم نبقى شيوخ، لا، اعمل اللي عليك. ربنا عمره ما هيحاسبنا على النتيجه، ربنا هيحاسبنا ان احنا نعمل اللي علينا. اول ما احنا نرجع تاني على الجبل في احد، اول ما احنا نرجع تاني نبقى عرب مسلمين رجال، ساعتها نستنى النصر. وبس كده يا سيدي. وفي اخر حلقه لو عجبتكم الحلقه اتمنى ان انتوا تشوفوا الحلقات اللي فاتت والحلقات الجايه وانتوا عارفين هتعملوا ايه. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت وتنزلوا تبصوا على المصادر. وبس كده يا سيدي، اشوفكم دايما على خير. سلام.